هدير، هو انت عامله بروتين؟ لا. طب انت عامله كافيار او فيلر او حنه فرد؟ برضو لا. امال ازاي شعرك بيبقى مفروض كده؟ تعالوا بقى اوريكم الروتين اللي انا بستخدمه وانا بغسل شعري عشان الشعر يبقى مفروض معاكم كده. اول حاجه بدات اخد شامبو لو سولفات علشان اغسل شعري وانضفه تنظيف عميق. خدت الشامبو ده بتاع مجموعه فارما، سالتوني 100 مره عليها في اللايفات وقلت لكم بستخدمها خاصه لما رجعت من المصيف. المجموعه بقى بتشتغل على ايه؟ المجموعه فيها نسبه عاليه قوي من الترطيب والشيا والفيتامينات والارجان والحاجات الكتيره دي اللي بتساعد على فرد الشعر. بغسل شعري بالشامبو لان الشامبو بينظف الشعر جدا جدا. الشامبو بتاع المجموعه دي مهمته انه ينظف لك فروه شعرك، ما يسيبلكيش فيها اي حاجه. الناس كمان اللي بتعاني من القشره، الشامبو ده بينظف الفروه حلو قوي، فهيقلل معاكم القشره. الشامبو لتر، البلسم لتر، حمام الكريم لتر، ومعاهم كمان واكس. شفتوا بقى الشامبو غسل شعري، جيت اسرحه او اسلكه بالمشط، ما تسلكش لان طبعا الشعر لعبك في بعضه. طب هننضفه او هنخليه بقى يفك ازاي؟ هناخد البلسم، وبصوا حرفيا البلسم انت بتحطيه بيفك اي تشابك في الشعر. ازاي؟ الناس اللي عارفين شعرها بيبقى خشن قوي ما بيقدروش يسرحوه، بيقعدوا يحطوا كميه كبيره من حمامات الكريم عشان يسرحوه. المجموعه دي بتستهدفكم، هو ده التارجت بتاعها، ان هي تعالج لكم شعركم حرفيا. بصوا المجموعه كبيره ازاي. المجموعه حرفيا بتحطيها على اي مكان فيه تشابك، بصي ثانيه الا ثانيه المكان بيتفرد، ما بنستناش حتى 10 ثواني، لا هي على طول اوتوماتيك بتفرد لك الشعر. بغسل شعري كده الاول كويس جدا جدا من اي زيوت عشان انضف الشعرايه كويس، وده اساسي لاي حد عايز يفرد شعره. يا جماعه مفيش اي زيت بيفرد الشعر، مفيش. امال ايه اللي بيفردوا الشعر؟ المجاميع بتاعه الافتر كير زي المجموعه اللي معايا دي. بصوا بس البلسم مجرد ما تحطيه بيعمل ازاي. حطيت البلسم وسبته على شعري، وانا سايبه البلسم على شعري باخد دايما حمام الكريم، دي طريقتي دايما في غسيل الشعر. بحط البلسم واسيبه بتاع 5 دقايق، وبعد كده احط حمام الكريم واسيب حمام الكريم على شعري 10 دقايق او اكتر وقت ممكن تقعدوا سايبينه على شعركم، عشان حرفيا الشعر يتفرد معاكم من غير ما تحتاجوا اي حراره. المجموعه دي طبعا تناسب الكبار وتناسب الصغيرين بس من سن 6 سنين، وبتناسب الرجاله طبعا. يعني مجموعه بجد خطيره، وزي ما قلت لكم حجمها كبير، فمجموعه كامله متكامله علاجيه. يعني المجموعه دي مش بتفرد معاكي فرد مؤقت، لا المجموعه دي بتعالج شعرك. يعني ايه يا هدير؟ يعني لما تخلصي المجموعه دي وتيجي تفردي شعرك بعد كده او تخلصي، هتلاقي شعرك ابتدى يتفرد من تلقاء نفسه. الناس اللي عندها بقى موجه بسيطه، المجموعه دي هتخلي لك شعرك حرير. الناس اللي شعرها كيرلي هتخلي لك شعرك مفروض احسن من الاول. الناس اللي شعرها افريقي هتدي طراوه جامده جدا للشعرايه. بجد المجموعه دي يا جماعه بتستهدف ان هي ترطب الشعر وتفرده. بعد ما بخلص بجيب السشوار بتاعي وبنشف شعري على البارد. لازم انشف شعري على البارد، ما ينفعش انشف شعري على السخن عشان ما اعرضش شعري لاي حراره، وابقى بعد ما باجي اهتم بيه لا اعرضه لاي مشاكل. طبعا الناس اللي عامله صبغه، عامله كافيار، عامله بروتين، نزلت البول البحر وشعرها رجع متدمر، انا جايبه لكم حرفيا السحر. يا جماعه خطيره خطيره. بصوا شكل الشعر المفروض ازاي. هنا شعري لسه مبلول، هوريكم بقى لما شعري ينشف خالص. هنا نشفت شعري نص نشفان، بصوا اهو من جوه مبلول ازاي. اول ما هينشف خالص هيبقى ده شكله لو مشيتي على نفس الخطوات اللي انا بقولك عليها. المجموعه بقى بيجي معاها واكس للناس اللي بتحب تلم البيبي هير او تحب تدهن شعرها، ما بيخليش الشعر كده يبقى مكتل او قافش في شعره، لا فيه يعني بيبقى حلو. انا بستخدمه ساعات لدليده لما احب الم لها البيبي هير. بصوا شكل عامل كده. وكمان لو انت بتحبي تعملي ستايلنج لشعرك، الواكس اهو موجود معاها. اول حاجه